بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم أجمل تحية وأهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق ومحبي الدوري العراقي الممتاز. هنا حيث الناصرية الجميلة، هنا انطلق الحرف الأول، وهنا أقدم حضارة، هنا أور وال5000 عام، هنا الأهوار والشبايش، هنا الشطرة والبدعم، هنا في ملعب سوق الشيوخ المتصدر نادي الغراف يستضيف نادي الصناعة في مباراة تعتبر مهمة جدا لأصحاب الدار. هنا بالجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، صافرة طاقم التحكيم أحمد قاسم فاضل انطلقت قبل دقائق قليلة، ويساعد محمود سمير، كرار نديم، وبهاء جاسم. هذه هي الأسماء اللي تقود مجريات هذه المباراة. الغراف بالمركز الأول برصيد 63 نقطة، والصناعة بالمركز 16 برصيد 39 نقطة. مباراة الذهاب انتهت ما بين الفريقين من دون أهداف، لكن على مستوى المواجهات تمكن الغراف من الفوز على الصناعة ببطولة كأس العراق بالدور 32. سجل الهدف في تلك المباراة اللاعب سجاد بشير. الآن لاعب فريق الصناعة مستلقي على أرضية الملعب، نتمنى له السلامة وأن ينهض من أجل المتابعة بهذا التوقيت. إذن تشكيلة الفريقين بالنسبة لأصحاب الدار: فريق الغراف بحراسة المرمى على أحمد، وبالخط الدفاعي كابوي، رودريك، عباس شلال، حسن خيري، حيدر جلاوي، أنيس المعاري، ليم إسماعيل، أمير عبد الله، وحسين فالح، فيدلس كوكو، وحسين إبراهيم. وبالجهة المقابلة لفريق الصناعة بحراسة المرمى أسعد غالي، حسين عباس، مرتضى ريس، سيف خالد، مؤمل علي، ليث رعد، كرار قاسم، وكرار حسين، سليم حميد، وابراهيم خالد، ومنار طه. هذه الأسماء اللي يعتمد عليها المدربين، مدرب فريق الغراف مؤيد طعمة، ومدرب فريق الصناعة ضياء ناجي. غراف في مهمة صعبة اليوم، لكن يوجد لاعب مستلقي على أرضية الملعب. سلامات للاعب فريق الصناعة. هذا لازلنا ننتظر إصابة بهذا التوقيت لفريق الصناعة. على ما يبدو لن يستطيع المتابعة اللاعب سليم حميد بالرقم 66. اللاعب سليم حميد لن يستطيع المتابعة الدقيقة 9 من شوط المباراة الأول وأول إصابات اللقاء. صاب الآن سليم، سيغادر بهذا التوقيت. عودة لاستئناف اللعب. رمية جانبية بهذا التوقيت. فريق الغراف وفريق الصناعة بهذه المباراة. إذن على التنفيذ الآن مرتضى ريس لاعب فريق الصناعة على التنفيذ. مرتضى ريس بكرة تنفذ بصورة سريعة، لكن بعد ذلك تصل بمنتصف الملعب. هذه انطلاقة، لكن على ما يبدو فيها صافرة كذلك. تدخل عن طريق اللاعب أو على اللاعب سيف خالد. سيف خالد بالرقم 55 ملعب سوق الشيوخ يحتضن هذه المباراة. أصحاب الدار ومؤازريهم وقريبين من الذهاب والتأهل إلى دوري نجوم العراق، ولا زالت المنافسة مشتعلة ما بين فريق الغراف وفريق الموصل بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث فريق الجولان. 3 فرق تتصارع من أجل العبور والوصول إلى دوري نجوم العراق. صاحب المركز الأول والمركز الثاني سيتأهل مباشرة إلى دوري الكبار، أما صاحب المركز الثالث سيلعب مباراة بلاي أوف مع صاحب المركز 18 بدوري نجوم العراق فريق نفط البصر. هذا تصل الكرة الآن من الطرف الأيسر، تبادل للكرات لكن مقطوع الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. يعولون اليوم فريق الغراف من أجل تحقيق نقاط 3 مهمة جدا بهذه المباراة، رغم أن المباراة تلعب بأجواء حارة على مستوى حالة الطقس بأوقات مبكرة. انطلقت صافرتها في الساعة 4:45. ها هنا الكرة بمنتصف الملعب، بعد ذلك الاستعادة تصل على اليمين، تمريرة سريعة بعدما كانت عن طريق اللاعب حيدر جلاوي. لمسة لا زالت الآن بالنسبة للغراف، تمريرة أرضية، هذه خطيرة لأصحاب الدار، والتسديدة القوية، لكن حارس المرمى أسعد غالي
يتصدى لهذه التسديدة. تصدي ممتاز الحارس أسعد غالي، وبذلك الكرة إلى ضربة ركنية الآن. ضربة ركنية لفريق الغراف. مباراة تعتبر مهمة بالدوري الممتاز، وهنا الأجواء اللي يحتضنها ملعب سوق الشيوخ بهذه اللحظات. على التنفيذ الآن أمير عبد الله. أمير عبد الله والكرة العالية داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكنها مرت إلى خارج الملعب. مرت الكرة على اليسار، لم تغادر، لا زالت على الجهة اليسرى. بهذه اللحظات تنطلق عالية الكرة، وبذلك هذه فرصة خطيرة للغراف، ولكن تدخل حاضر بهذا التوقيت. أجواء جدا جميلة. نتكلم عن الغراف اللي يمثل الناصرية، وهنا بملعب سوق الشيوخ. هذا الفريق اللي يبحث بأي طريقة من أجل العبور، وهو قريب جدا. والجولات الأخيرة هنا، الأيام الأخيرة لتحديد من سيعبر إلى دوري نجوم العراق. الغراف المتصدر برصيد 63 نقطة يواجه فريق الصناعة اليوم اللي بالمركز 16، اللي يتجنب ويريد تجنب الهبوط والابتعاد عن المراكز الأخيرة. لكن الغراف اليوم بعدما وصل من انتصار جدا مهم، نتكلم عن آخر مباراة لفريق الغراف، انتصر برباعية نظيفة على نادي عفك 4-0، وقادم من انتصار مهم ومع جرعة من الثقة. لكن اليوم مباراة مختلفة بنفس التوقيت. 10 مباريات انطلقت للجولة 36. نتكلم عن هذه الجولة السادسة والثلاثين، ومتبقي فقط جولتين. يعني اليوم إذا فريق الموصل انتصر وفريق الغراف انتصر، ستبقى الأمور كما هو الحال. لكن لننتظر ونشاهد ما هي ردود الفعل بالنسبة لفريق الغراف. أما الصناعة يريد أن يظهر بالمفاجأة. هذه كرة لكن اصطدت بالطرف الأيمن الآن، ولا زالت الكرة حاضرة للصناعة من الطرف الأيمن للبحث عن المساحات. هذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء والرأسية والإبعاد. لا زالت المحاولة قائمة، لا زالت قائمة. رأسية خطيرة 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 جدا لفريق الصناعة. الألوان الزرقاء من الوصول الأول يهدد، وعن طريق المهاجم الهداف منار طاهم اللي سبق واللعب لنادي الحدود والصناعات، وأيضا مثل الزوراء ونفط ميسان. هذه كرة تصل بمنتصف الملعب الآن. هذه التمريرة الغراف يريد قيادة المرتدات، لكن التركيز كان مفقود بهذه اللحظات، وبذلك الكرة لا زالت من الطرف الأيمن لمصلحة فريق الصناعة. وهنا عملية قطع الكرة، عودة للخط الدفاعي، تغيير اللعب لزميل الآخر مرتضى ريس. مرتضى ريس على اليسار الآن. المؤازرة بالنسبة لأهالي الناصرية وعاشقين الغراف الحاضرين، والحارس على أحمد يتدخل بهذه اللحظات. دور الممتاز فريق الغراف وفريق الصناعة، والأجواء اللي لا زالت تقدم بصورة هادئة حتى هذه الدقيقة. ربع ساعة مرت من شوط المباراة الأول، ولا زال الهدوء يسيطر ويخيم على أجواء اللقاء. لكن من يسجل أول أهداف اللقاء، من يدون بهذه المباراة؟ الكرة مرت إلى خارج الملعب، نتكلم عن لاعبين فريق الغراف، وعن اللاعب اللي على دكة البدلاء، اللاعب سجاد بشير هداف الفريق، اللي دائما ما يظهر عندما يحتاج فريق الغراف. لكن خيارات المدرب مؤيد طعمة هي من أكدت هذه التشكيلة الأساسية وهذه الأسماء اللي تنطلق بهذه المباراة. أيضا الكرة لا زالت الآن عن طريق اللاعب مرتضى ريس. والتسديد أو التمريرة العالية من هذه المساحة وصلت بصورة غريبة جدا، ولا زالت على الطرف الأيمن
بالنسبة لفريق الصناعة اللي بدأ يشكل خطورة، فريق الصناعة صراحة لم يتهاون إطلاقا وليس هنالك أي مجال لأي تهاون. الفريقين يريدون كسب النقاط الثلاث، فريق يبحث عن الصدارة والاستمرار بالصدارة عفوا، وفريق آخر يتجنب الهبوط، يتجنب المراكز الأخيرة. لذلك هذه كرة القدم بالأخص بهذه الجولات الحساسة، الجولات الصعبة اللي يريد كل الفرق أن يقدم أفضل ما لديه، أفضل ما يمتلكه بهذه الجولات. نتكلم عن العشر مباريات اللي انطلقت بهذا التوقيت، كلهم بنفس التوقيت، كلهم لحد هذه اللحظة من دون أهداف، سوى فريق الفهد متقدم بهدف مقابل لا شيء على فريق الرمادي، أما باقي المباريات لا زالت من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. وهنا الغراف في محاولة من الطرف الأيسر، تمريرة لكن بعيدة يا ليم إسماعيل، لاعب من بوركينا فاسو اللي سبق وأن لعب لأمانة بغداد. أيضا مباراة تعتبر مصيرية بالنسبة لفريق الغراف قبل نهاية الدوري بجولتين، هنا بالجولة السادسة والثلاثين. هذه انطلاقة، هذه محاولة، هنا المهارة، هنا السرعة، هنا الخطيرة خطيرة وتدخل ببسالة وفدائية دفاعية مميزة بالكرة الماضية. تدخلات، وهنا الكرة تعود للخط الدفاعي، ملعب سوق الشيوخ. كل العاشقين والمحبين المتيمين والمؤازرين لفريق الغراف. هنا الكرة من اليسار، هل يغرف معه الذهب؟ هل يغرف معه الفرحة؟ هل يغرف الانتصار؟ هل يغرف النقاط الثلاث؟ هنا الغرافي وهنا الصناعة، هنا الأبيض وهنا الأزرق، يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. وهنا المحاولة، لا زالت هذا الأول جاي إلا إذا تأخر بالكرة الماضية. نعم تأخر وكرة مرت إلى خارج الملعب. مرت الكرة بهذا التوقيت لتصل إلى ضرب ركنية الآن. حارس أسعد غالي اللي تعرض لتسديدة قوية قبل دقائق قليلة لكن تصدى لها بصورة ممتازة. أيضا ننتظر بهذا التوقيت تصل على الجهة اليمنى بهذه اللحظات ضربة ركنية لمصلحة فريق الغراف. اللاعب أمير عبد الله يلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء والرأسية لكنها طالت على اليسار. وهنا لا زالت الدربكة حاضرة ولا زال الوصول حاضر. وهنا الغراف يريد المفاجأة، يريد الهدف الأول. كرة مستخلصة بهذه اللحظات. مشروع المرتدة الآن، مشروع المرتدة وسباق السرعة لا زالت حاضرة عن طريق لاعب كرار قاسم اللي مرر بهذه اللحظة. خطيرة لكنها اعتلت، مرت جميلة بالكرة الماضية. تمريرة ولا أروع، اعطى كرة على طبق من ذهب لكن الكرة مرت. حتى اللحظة كل النتائج للعشر مباريات لحد هذه اللحظة من دون أهداف سوى مباراة الفهد والرمادي. الفهد 1-0 والكل لا زال يبحث عن الهدف. وأسعد غالي بتصدي غالي بهذه الكرة، حارس مرمى فريق الصناعة. يا لها من لحظات ويا لها من مباراة ويا له من غراف ويا الصناعة. وهنا الكرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى رمية جانبية لكن على ما يبدو هنالك إصابة لحارس المرمى أسعد غالي. سلامات لحارس مرمى فريق الصناعة. نتكلم عن نادي الغراف، هذا النادي اللي تأسس بعام 1994، نادي متعدد الرياضات لكن فريق الطائرة هو الفريق الأكثر فاعلية. لكن نتكلم اليوم بعالم كرة القدم واللي متصدر للدوري الممتاز. هذا النادي ولعب 35 مباراة هذا الموسم، فاز ب 17 مباراة وتعادل ب 12 مباراة وخسر 6 مباريات. فريق الغراف سجل 39 هدف واستقبل 27 هدف. إذن أسعد غالي، وتتوقف المباراة أيضا، هي فرصة لشرب
المياه وتلقي التوجيهات على مستوى الأجواء الحارة، على مستوى حالة الطقس. اللاعبين مع نهاية الجولات الأخيرة بالتأكيد متعرضين لإرهاق بدني وضغط عالي، لكنهم سيحاولون من أجل الوصول بالأخص هنا للغراف، وتوجيهات المدرب مؤيد طعمة بهذه اللحظات. نتكلم عن نادي الغراف بأرقامه وإحصائياته، آخر 11 مباراة للغراف خسر مباراة واحدة فقط من فريق غازي الشمال. بالجولة 29 آخر خسارة لفريق الغراف، وبعدها 6 مباريات انتصر و4 مباريات تعادل فيها. أما الصناعة هذا الموسم لعب 35 مباراة، فاز ب10 مباريات، تعادل ب9 مباريات، لكن خسر ب16 مباراة. سجل 34 هدف واستقبل 42 هدف. أيضا عودة لأحداث اللعب، أسعد غالي ينهض من أجل المتابعة، وبذلك الكرة من الطرف الأيسر الآن تنفذ ولمصلحة الحارس أسعد غالي. استئناف اللعب بهذه اللحظات والكرة من الطرف الأيسر. مباراة جميلة متابعة، كل الحاضرين والعاشقين متواجدين بملعب سوق الشيوخ، ولم يستطيع الحضور يشاهدها عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي وحتى على البث المباشر. حاضرة ومتواجدة نقل المباراة لمشاهدة هذه القمة الكروية على مستوى الدوري الممتاز ما بين فريق الغراف وفريق الصناعة. مواجهات، تكلم عن مواجهات الفريقين. الموسم السابق تواجهوا، انتهت المباراة 0-0 أول مباراة، وثاني مباراة تمكن الصناعة من الفوز على الغراف 1-0. لكن هذا الموسم بمباراة الذهاب انتهت من دون أهداف ما بين الفريقين. لكن اليوم سيحاولون بأن يقدمون مباراة مختلفة. كرة من الطرف الأيمن الآن لا زالت لمصلحة فريق الصناعة، يريد الدخول بعمق اللقاء بصورة أكبر، لكن تحولت الكرة إلى رمية جانبية، رمية تماس بهذه اللحظات تنفذ لفريق الغراف. تبادل للتمريرات من الطرف الأيسر، وعودة لحارس المرمى على أحمد. هنا كرة تصل أرضية من اليسار لإسماعيل، وانطلاقة بالنسبة لفريق الغراف. هذه للغراف، هذه خطيرة لأصحاب الدار. هنا التسديدة القوية لكن اعتلت وإلى خارج الملعب. محاولة هي الكرة الماضية لكنها مرت إلى خارج الملعب. الوصول والحلول والبحث عن المحاولات، لكن حتى اللحظة المباراة من دون أهداف. اللي جرب حظه بالكرة الماضية حيدر جلاوي. وهنا الكرة لأسعد غالي. هل يلعب هذه الكرة بهذا التوقيت من الطرف الأيمن، لكنها مرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية الآن، رمية تماس بالنسبة لفريق الصناعة. مباراة تحتاج إلى أهداف، مباراة تحتاج إلى هجمات. اي نعم، اللاعبين يلعبون تحت ضغط وارهاق بدني واجواء حاره بهذا التوقيت، لكن هذه فرصه. الله الله على الفكره، فكره جدا جميله، لكنها مرت عن طريق اللاعب فيدلس كوكو، اللاعب النيجيري اللي سبق واللعب لنفط ميسان. حديث مع حكم اللقاء احمد قاسم فاضل، وبذلك الحديث تكلم عن الحكم احمد قاسم فاضل والحديث مع اللاعبين والبطاقه الصفراء اللي اشهرت بهذه اللحظات. اذا مخالفه بهذا التوقيت، مخالفه لفريق الغراف على التنفيذ، رغم ان الحديث لا زال مستمر والاحتجاجات ايضا على البطاقه الصفراء. وبذلك هنا المخالفه خلاص ظهر القرار ولن ينفع الكلام، وبذلك مخالفة لفريق الغراف بعد التدخل على اللاعب النيجيري فيدلس كوكو.
وهذا اللي أمامك بالصورة ليم إسماعيل على التنفيذ، مسافة نوعا ما بعيدة، لكن سيحاول فريق الغراف. هل يسدد بطريقة مباشرة من هذا المكان، من هذه المسافة اللي نشاهد وننتظر عاشقين الغراف يمنون النفس بأن يسجل فريقهم أول أهداف اللقاء. هذه كرة الآن وعلى التنفيذ. حديث لا زال ما بين اللاعبين والتوجيهات أيضا بهذه اللحظات. وعلى تنفيذها اللاعب فيدلس كوكو بكرة من مسافة بعيدة، وعلى التنفيذ النيجيري فيدلس كوكو. فيدلس كوكو والتركيز العالي بهذه اللحظات بالدقيقة 27 على التنفيذ. الله 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 الله، كرة جميلة من مسافة بعيدة، لكن انتهى بها المطاف إلى خارج الملعب. هذا كابوي رودريك وليس فيدلس كوكو. كابوي رودريك اللي سدد التسديدة الماضية، وبذلك الكرة تصل الآن بمنتصف الملعب. نقل الكرة، تكلمنا عن اللاعب رودريك كابوي اللاعب الزامبي من زامبيا، وها هنا الكرة من الطرف الأيسر تصل بمنتصف الملعب بهذه اللحظات. هنا نقلة، سيطرة واستحواذ على اللاعب، لكن المباراة لا زالت من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. وهنا العودة مرة أخرى للغراف، محاولة لا زالت على اليسار، هذه من اليسار المطالبة بلمسة يد، لكن الحكم يقول لك العب. أحمد قاسم فاضل قريب جدا ويقول لك العب. ونقلة من الطرف الأيسر الآن، تحضير لا زال، محاولة قائمة، تمريرة، لكن اصطدت بهذا التوقيت. ونقلة من الطرف الأيسر لفريق الصناعة. مباراة تعتبر جدا مهمة للفريقين، فريق يبحث عن مواصلة الصدارة وفريق آخر يبحث عن تجنب المراكز الأخيرة والهروب من القاع. وهذه فرصة خطيرة قد تكون بالنسبة لفريق الصناعة، لكن عودة دفاعية جميلة بالكرة الماضية عن طريق اللاعب حسن خيري بالرقم 15 وإلى رمية تماس. تصل الكرة الآن بالنسبة لفريق الصناعة عن طريق اللاعب مؤمل علي، ينقل الكرة إلى الزميل الآخر، لكن لا زالت المحاولة قائمة. فريق الصناعة خطيرة خطيرة خطيرة، والعودة الدفاعية بصورة جميلة عن طريق اللاعب كابوي رودريك، وبذلك ضرب ركنية لفريق الصناعة. فريق الصناعة هذا النادي اللي تأسس بسنة 1965 وحقق في مسيرته كأس العراق مرة واحدة. تخيل فريق الصناعة اللي حقق بطولة كأس العراق موسم 1983 ضد فريق الشباب بعدما انتهت المباراة من دون أهداف، وحقق اللقب من ركلات الترجيح. وها هنا الكرة تنفذ للصناعة داخل منطقة الجزاء والإبعاد عن طريق الحارس علاء، ولا زالت الكرة على اليسار. هذه انطلاقة لكن قطع المسافات. شوف الجماهير هنا تحسب أيضا لعاشقين ومحبين الغراف بهذه الأجواء الحارة على مستوى حالة الطقس، حاضرين ومؤازرين ويتحملون كل شيء من أجل المؤازرة. فهم بدأوها معا ويريدون أن ينهوها معا بالتأهل إلى دور الكبار، إلى دور نجوم العراق. كرة تصل الآن من الطرف الأيمن، لا زالت المحاولة، هذه الكرة العالية، وبعد ذلك الاستخلاص، والكرة من اليسار لا زالت بالنسبة لفريق الغراف. بدأت تتحرك المباراة بعدما وصلنا لنصف ساعة الأولى من عمر اللقاء. هذه الكرة تنفذ، تمريرة خطيرة، لكن تراجع لحارس المرمى بعدما اصطدت بالمدافع حسين عباس. حسين عباس بالرقم 5، وبذلك الكرة من الطرف الأيسر. لا زالت المحاولات، شوف اللمسة، يا ساتر يا ساتر على الكعب. وهنا الكرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد وتشتيت الخطر بهذه اللحظات. ضغط هائل من لاعبين فريق الغراف اللي يريد من خلاله أن يجد أي مساحة من أجل الوصول. وهنا الكل ينتظر والكل يترقب، والكرة لمصلحة فريق الغراف.
موصل، فريق الموصل بنفس التوقيت يواجه فريق ميسان، و10 مباريات هي اللي منطلقة بنفس التوقيت ذاته. والكرة الآن تنفذ بهذه اللحظات، نقلة من الطرف الأيسر، والكرة لا زالت قائمة بالنسبة لفريق الغراف. تدخل حاضر، متابعة ومبدأ إتاحة الفرصة، والكرة مستخلصة الآن. كرة مستخلصة لتصل لفريق الصناعة، انطلاقة نحو الأمام، هذه خطيرة خطيرة للأزرق، الموج الأزرق، والهدف الأول قريب. الله 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 الله، الحارس على أحمد يتمكن من التصدي لهذه الكرة. إذا تصل الكرة على الطرف الأيمن الآن، والكل لا زال يترقب بهذه المباراة. لمسة تصل على الطرف الأيسر اللي يستلم من خلالها اللاعب عباس شلال، وتغيير اللاعب الآن من الطرف الأيسر. وممكن هذه خطيرة بالنسبة لفريق الغراف. هنا الوصول، هنا الدخول، هنا العرضية، جميلة جميلة جميلة. الله 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 على تسديدة جميلة ولا أروع، لكنها مرت إلى خارج الملعب. محاولة كانت عن طريق اللاعب أمير عبد الله. أمير عبد الله، هذا ثاني موسم للاعب أمير مع فريق الغراف. والكرة مرت إلى خارج الملعب. شوف هنا لاعب يسقط على أرضية الملعب، لاعب يشكو من إصابة بالنسبة لفريق الصناعة. نتكلم عن النتائج، عن الإحصائيات حتى هذه الدقيقة. المباريات كلها متعادلة من دون أهداف سوى مباراة الفهد والرمادي، 1-0 للفهد. ولا زالت المباراة قائمة، والمباريات كلها 10 مباريات بنفس التوقيت على مستوى الدوري العراقي الممتاز. الحديث عن الدوري الممتاز سابقا كان اسمه دوري الدرجة الأولى، اللي حقق نادي الصناعة بموسم 2021. وهنا الكرة للحارس أسعد غالي. أسعد غالي على التنفيذ بهذه اللحظات، والكرة تنفذ من الطرف الأيسر الآن. الرأسية تصل على اليسار، هذه انطلاقات الغراف، مساحات بدأت تظهر، وهنا الكرة لا زالت قائمة، وهذه التسديدة الله من بعيد لا زالت قائمة. محاولة الغراف للهدف الأول، تمريرة من دون أي تركيز، وسهلة للحارس، سهلة للحارس أسعد غالي. يقف على كرته، وهنا يقف على الكرة، يحاول استغلال بعض الأوقات. والكرة الآن للحارس أسعد، حارس الصناعة، يلعب كرة عالية الآن. الأوقات تمر ولا زال الفريقين يبحثون عن أول أهداف اللقاء. هنا كرة من الطرف الأيمن، تمريرة سريعة، انطلاقة، محاولة، لكن تدخل كان موجود باللقطة الماضية عن طريق اللاعب سليم. وهنا الكرة مرت إلى خارج الملعب. كرة إلى رمية جانبية تنفذ بصورة سريعة الآن. حيدر جلاوي والكرة السريعة اللي نفذت. نتكلم عن حيدر جلاوي اللي سبق ويمثل النادي الرمادي. وهنا الكرة تصل على الطرف الأيسر لفريق الصناعة. هنا المحاولة، هنا التحضير، هنا التمريرة سريعة، لكن مرت عليك يا كرار قاسم. كرار قاسم بالرقم 10 اللي بحث عن المساحة، وبذلك الكرة الآن تصل للقائد. هذا هو الليدر عباس شلال، قائد فريق الغراف، هو من يحمل شارة القيادة. هنا كرة لمنار، منار طه يحاول، منار يقف ويمرر على الطرف الأيسر. ولا زالت المحاولات بالنسبة لفريق الصناعة. تقف الكرة على الطرف الأيسر الآن، البحث عن أي مساحة تذكر. هذا هو مرتضى ريس، مرتضى يتركها زميله الآن. هذا منار طه من الطرف الأيمن، انطلاق الآن، تسديدة قوية، لكن علاء أحمد هو من يتصدى لهذه الكرة، هو من يتصدى. وبذلك الكرة من الطرف الأيسر الآن، رأسية، وعملية قطع الكرة حاضرة بهذه اللحظات، ملعوبة الآن
مساحات مغلقة، الفريقين يقدمون أداء دفاعيا ممتاز حتى هذه اللحظة. وهذه الكرة الآن على اليسار، تبادل للكرات، وتعود الكرة بمنتصف الملعب لفريق الغراف. نقل الكرة حيدر جلاوي، حيدر يستلمها، يقف عليها حيدر، محاولة الآن خطيرة خطيرة، والراية تواجدت، الراية تواجدت بهذا التوقيت. وسلامات للاعب فريق الصناعة مؤمل علي المستلقي على أرضية الملعب. تكلم عن اللاعبين اللي تأخروا وأيضا ضمنوا نوعا ما مشاركتهم بصورة أساسية مع فريق الغراف. تكلمنا عن اللاعب أمير عبد الله اللي يصل لموسم الثاني مع الفريق. وأيضا الآن المتابعة بهذا التوقيت، كرة بمخالفة لفريق الصناعة على التنفيذ الآن. أسعد غالي، هدوء حتى هذه اللحظة رغم الضغط الهائل من فريق الغراف، لكن لاعبين الصناعة هادئين تماما. ودخلنا بالدقيقة 38 ولا زالت المباراة من دون أهداف. هل يتكلم الصناعة بهذه اللحظات؟ هل يظهر الأزرق والموج الأزرق لإضافة أول أهداف اللقاء؟ هنا الكرة العالية اصطدت، وبذلك على اليسار الآن انطلاقة لمصلحة فريق الغراف. محاولة للبحث عن المساحات، لكن تمريرة ذكية، الله على التمريرة. لا زالت المحاولة ولا زالت الحلول، والكرة العالية لا زالت قريبة. الله 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 على فرص تضيع بالجملة، فرص بالجملة تضيع بهذه المباراة. والكرة لا زالت من الطرف الأيسر الآن، محاولة لا زالت قائمة، والانتظار بهذه اللحظات. عودة مرة أخرى، يلعبون على المرتدات. هنا كرة للصناعة، انطلاقة نحو الأمام على الطرف الأيمن الآن. الغراف يحاول من أجل الصدارة ومواصلة الصدارة والعبور إلى دور الكبار. قدموا موسما استثنائيا هذا الموسم فريق الغراف، أما الصناعة يحاول بكل الطرق أن يبتعد من المراكز الأخيرة، لكن هنا الغراف ويريد معه جماهيره الحاضرة من أجل المتابعة وأن يقدمون ليلة استثنائية بهذه القمة. والكرة الآن تنفذ للصناعة، محاولة تسديد، وبذلك مرت إلى خارج الملعب. طالت الكرة وللحارس علاء أحمد حارس نادي الغراف بهذا التوقيت. وعلى التنفيذ الآن علاء أحمد يلعب كرة سريعة بهذا التوقيت، انطلاقة نحو الأمام. مساحات نوعا ما، المباراة هادئة. تكلم عن رتب اللقاء، أي نعم فريق الغراف حاول ووصل لأكثر من مناسبة، لكن لا زالت المباراة هادئة. فريقين متحفظين دفاعيا، وفريق الغراف مندفع نحو الأمام. أما الصناعة يلعب على المرتدات ويعتمد على أخطاء الفريق المنافس. كرة لا زالت الآن، هذه خطيرة، ممكن للغراف، ممكن للأبيض، سريعة الآن، وأسعد غالي يتصدى بهذه اللحظات. أسعد غالي يقف على الكرة، ومن الطرف الأيسر الآن هذه محاولة لا زالت، وتبادل التمريرات بهذه اللحظات. عالية الكرة تصل الآن، رأسية لا زالت قائمة بهذا التوقيت. وعلى الطرف الأيمن الآن نقلة لكنها من دون أي تركيز، وبذلك الكرة تعود الآن لفريق الصناعة. منار طه بصراع بدني حاضر بهذه اللحظات، وبعد ذلك الكرة تنفذ بمنتصف الملعب. على التنفيذ الآن، تبادل للكرات وتصل على الطرف الأيسر لفريق الغراف. الآن الانطلاق، تمريرة سريعة بهذا التوقيت من اليسار، عالية الآن، أصبحت خطيرة للغراف. الله، أي تسديدة وأي هدف،
هيا بنا يا الغراف، هيا بنا إلى دور النجوم. حضروا الأمتعة، جهزوا الملابس. الغراف كاتب العقد، بس باقي التوقيع. كتب العقد مع دور النجوم، ومتبقي فقط التوقيع والعبور إلى دور الكبار. الله الله الله، أعطينا إياها يا مخرج، أعطينا إياها يا مخرج. أي تسديدة قوية جميلة. الطريق أصبح واضحا. الغراف على أبواب المجد. سوق الشيوخ معكم في كل وقت. هدف جميل، هدف ولا أروع. وأي تسديدة قوية قوية بهذه اللحظات. الله على الهدف الأول. نعم، معكم قلبا وقالبا هؤلاء الجماهير من سوق الطيبين وهوسات الجنوب إلى نبض المدرجات. سوق الشيوخ حكاية عشق لا توصف ما بين فريق الغراف وهؤلاء الجماهير. وأي هدف جميل يسجل بهذه اللحظات. أيضا هدف مقابل لا شيء. الغراف يتقدم على الصناعة، وبذلك الهدف الأول بهذه المباراة. ويا له من هدف جميل سجل بلقطة ولا أروع، وبذلك النقلة على الطرف الأيسر وتبادل الكرات الآن. هذه نقلة، هدف مقابل لا شيء، ممكن سيغير أشياء كثيرة بهذه المباراة. وكرة على اليسار تعود للخط الدفاعي، وهذه كرة الآن من اليمين والبحث عن العودة. الآن فريق الصناعة سيحاول من أجل التعادل، أما الغراف سيحاول للمزيد كما فعلها أمام فريق عفك بالمباراة السابقة وضربهم بالأربعة. اليوم يريد المزيد لأجل الحفاظ على التقدم ومواصلة الصدارة. هذه كرة الآن تصل سريعة من اليسار لكنها مرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية، والمتبقي دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. أجواء لا زالت جميلة، وبعد هدف رائع وعالمي سجل فريق الغراف. وهنا النتائج، وهنا الأرقام، وهنا الأهداف، وهنا التحركات. الغراف هدف، وكل المباريات من دون أهداف. العشرة اللي تقام بنفس التوقيت ما عدا فريق الغراف اللي متقدم أمامك بالصورة، وفريق الفهد على فريق الرمادي. هذه كرة الآن تصل سريعة لمنار، منار اللي غير اللعب على اليمين. وها هنا تبادل التمريرات فريق الصناعة، لكن شاهدنا الهدف الجميل اللي سجل اللاعب حيدر جلاوي بتسديدة قوية قوية لا تصد ولا ترد. أيضا الكرة لحارس المرمى، والحارس على أحمد. وهنا اسمع الجماهير، وبذلك تنفذ عن طريق اللاعب حسن خيري على الطرف الأيمن. الآن حيدر جلاوي صاحب الهدف الوحيد اللي سجل بصورة جميلة ولا أروع. وهنا المتابعة، وهنا المحاولة. الغراف يريد هدف آخر، وهنا الكرة من أجل الهدف لكن يقف عليها. تصل الآن لصاحب الهدف، هذا حيدر جلاوي، ولا زالت المحاولة، وبعد ذلك مستخلصة وتعود لفريق الصناعة الآن. وهنا الكرة لحارس المرمى أسعد غالي. هذا أسعد، والتمريرة تصل من الطرف الأيسر انطلاقا نحو الأمام. هذه الكرة العالية، محاولة للصناعة وهدف التعادل، لكن الراية تواجدت بهذا التوقيت. الراية والتسلل موجود بهذه اللحظات، وبذلك الكرة لمصلحة فريق الغراف. للغراف الآن انتهى الوقت الأصلي، وعلى التنفيذ كرة من الطرف الأيسر، تبادل للتمريرات.
لا زالت على الطرف الأيسر بالنسبة لفريق الغراف اللي يبحث من خلاله أن يسجل هدف الثاني، لكن الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول انتهى، والآن دخلنا بالوقت البدل الضائع. والآن المحاولات، كل المحاولات، فريق يبحث عن إضافة هدف التعديل، ومن هنالك فريق الغراف كرة تصل من الطرف الأيسر. ها هنا المحاولة، تبادل التمريرات، الغراف يحاول من أجل المواصلة، من أجل الحفاظ على الصدارة اللي قدموا موسما استثنائيا. يجب أن نذكر كل هذه الأرقام والأشياء اللي قدمها فريق الغراف. فريق الغراف اللي قدم موسما استثنائيا حتى بالأرقام، يعني لعب 35 مباراة، فاز ب 17 مباراة، تعادل ب 12 مباراة، وخسر فقط ب6 مباريات. وهذه الكرة الآن تصل من الطرف الأيمن، هذه عالية الكرة، وها هنا الرأسية الحاضرة بهذا التوقيت، آخر ثواني على نهاية شوط المباراة الأول. وها هنا الصافرة تواجدت للإعلان عن نهاية شوط المباراة الأول بنتيجة هدف مقابل لا شيء. فريق الغراف متقدم بفضل اللاعب حيدر جلاوي اللي سجل هدف، ولا أجمل ولا تذهب بعيدا، لنا عودة بالشوط الثاني. علي خليل يقطع الكرة. علي صعبة على علي، صعبة على علي، لكن ببراعة مار 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 مار. برافو علي، خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة اجتازه، كنت أظن أن لا يجتازه ولا يستثمرها. علي خليل اللي يتوغل ويهيئ كرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في شباك القاسم، يسجل اليوم في شباك نوروز. كرة جميلة يتوغل من خلالها علي خليل. علي خليل ببراعة هيئ كرة حلوة على اللاعب. شوف 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 شوف، اجتاز اثنين من اللاعبين، مر علي خليل هيئها إلى محمود. محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف 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 شوف، اسيست رائع 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 من علي خليل. علي خليل لمحمود أحمد، ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نفط البصرة بالدقيقة 25 من المباراة، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. شوف كرة ومرت بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي نادي نوروز. كرة اللعيب بالراس خطيرة يخلصها حسام، ومرة أخرى بعد خطرة. جول 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 جول. أسو 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 لعب كرة، وعلي صالح يسجل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. علي صالح يسجل بالدقيقة 29 من عمر المباراة هدف التعادل لفريق نوروز. علي صالح بالدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود. كرة من كرة عرضية، شوفها 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 شوفها، شوف الكرة من كرة ثابتة بالرأس ارتدت من حسام. كرة عرضية، علي صالح الخالي من الرقابة، شوف من بين المدافعين بشكل مستريح وعلى بعد ياردة واحدة يضع الكرة في شباك حسام مهدي ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت، أسو هيها، كاتوش لعبها، وعلي صالح استقبلها إلى داخل الشباك، وهدف التعادل لفريق نوروز بعد أقل من 6 دقائق يعادل نوروز النتيجة. 1-1 الآن، 1-1. مرت على يسار حسين فلاح،
شوف علي صالح الخالي من الرقابة يلعب الكرة بسهولة من داخل منطقة الست ياردات. تمركز سليم للاعب علي صالح يدرك من خلال التعادل. عائد إلى مناف يونس. سجاد يحاول التقدم. سجاد داخل منطقة الجزاء خطيرة. ممكن الآن أحمد يحيى يحاول أن يسدد والمحاولة وهدف الشرطة. جول صمد ديالى كثيرا وجاء الهدف أخيرا. صمد ديالى كثيرا وجاء الهدف أخيرا. يتكرر سيناريو مباراة الزوراء مع الشرطة هذه المرة ديالى، وهدف لمهند علي. أخيرا مهند علي يسجل في مرمى ديالى. هدف للقيثارة الخضراء وفرحة جماهير الشرطة. هدف الآن بعدما صمد ديالى 92 دقيقة أمام محاولات فريق الشرطة وهجوم الشرطة، لكن مهند أخيرا الهداف لفريق الشرطة يسجل هدف في مرمى ديالى ويضع الثلاث نقاط لغاية الآن مع الشرطة. مهند علي ميمي هدف السادس والعشرين خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة أحمد يحيى وإنقاذ من صديق جمال، لكن في غاية الجمال يسجل مهند علي لفريق الشرطة هدف الانتصار في هذه اللحظات. مهند علي يتابع كرة أحمد يحيى المبعدة من صديق جمال، يكملها في المرمى ويسجل أول أهداف الشرطة في هذا اللقاء. ديالى والصمود أمام محاولات الشرطة، لكن أخيرا مهند علي يسجل ويفرح جماهير الشرطة ويتوجه لجماهير الشرطة ليعلن عن الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة في هذه المباراة. إذا مهند علي ذهابا وإيابا يسجل في مرمى ديالى ورابع أهدافه خلال هذا الموسم في مرمى ديالى. عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة يحاول يونس. جول يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي والكرة الخطيرة، تصويبه، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة أحمد عبد الحسين وبنقله من المدافع جيفرسون باهية يلعبها، هذا التقدم، هذا الجول، الله يا منتظر عبد الأمير يسجل أول أهداف المباراة هنا بملعب الساحر. تحلق صقور الغربية بأول أهداف المباراة. هتافات الصقور الغربية، حلقت الصقور بهذا التقدم بخطأ نعم ارتكبه الحارس، كان متقدما مهدي هاشم. لا يا مهدي لا، بهذا التقدم كلفت فريقك هدف يا مهدي هاشم. وغلطة الشاطر ملف، وهنا غلطة الحارس تكلف هدف. جميلة لكيسيندا، كيسيندا
يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف سفانة الجنوب. نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت بالحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس، يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة. بهذه الأثناء تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء. فريق مر بظروف وضغوط وتغيير على مستوى المدربين، بدأوا بالقطري السيد وسام رزق، بعد ذلك الأمر تغير بانتداب السيد لؤي صلاح بن النادي السابق، ومن ثم علي عبد الجبار. الله، السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العماني. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق، تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبحي ولا فوزي؟ من وضعها في الشباك؟ من أسكنها مرمى صالح؟ من سجل الهدف الأول؟ حوار وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن. يبادرون مبكرا، والمخرج لا زال عينه على فوزي في الكرة الأخيرة. لاحظنا الذي سجله هو الصبحي وليس عصام. الكرة عالية ورأسية عصام، الصبحي من سجل وليس فوزي. والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية إيسايا من نسر نيجيريا إلى ابن السلطنة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية. ولا في وسط الملعب تلعب باتجاه ويليام جيبور، يبحث عن زميل، يبحث عن من يصل. ويليام جيبور الليبيري. الله، هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار. ويليام جيبور وإن غاب لكن الحضور كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام جيبور من صقر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة الصقور. جيبور يقول كلمة أيضا، جيبور يسجل أول أهداف مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح ومصطفى رعد هنا راح مع هبوب الرياح. لاحظ هنا الكرة الأخيرة وصلت عالية باتجاه ويليام جيبور، لوحده مر، سدد كرة في أقصى الزاوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر إلى المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب بالخبرة. سعد الآن يقف من أجل الثالث للصقور، سعد يتقدم على كرة الجول. الله،
على سكة الموت، يسير الصقر ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هي عودة الصقور، قد عادت القافلة، قد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر. وإن عصفت بهم الرياح فالرياح جزء من هوية هذا النادي. سعد بن علي عبد الجبار، وسعد ينفذ على طريقة الكبار، وفريق التاريخ يعود بثلاثي الآن على استاد التاريخ، وفي جوار قبر سيد التاريخ في بلاد رافدين، بجوار قبر عمو بابا، وأمام أنظار الأسترالي الجديد جراهام أرنولد بالحاضر القريب. سعد يسجل، وكرة تلعب إلى الأمام. ميسوكي ميسوكي ميسوكي، هل هو الرابع يا ميسوكي؟ هل هو الرابع يا ميسوكي؟ الله، أسد الكاميرون يضع البصمة على رباعية تاريخية. الآن سير الأسد، عان سير الأسد، يأتي ميسوكي من بلاد الكاميرون ليسار في بغداد. الكرة من دون أوفسايد، في أوفسايد، عانك على حكم الفار، وحكم الفار سيؤكد بأن الهدف شرعي. ميسوكي وصالح، هذه المرة لا مجال لا محال، رباعية تاريخية. عادت الصقور، عادت إلى ثوبها القديم، ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق، أنت تسير برتبة النقيب، وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتظهر في هذا الفريق. هنا الحكاية. يوسف بمواجهة فهد، ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم الله، هدف لأربيل. هولير يتقدم الإمبراطور، وعن طريق التونسي هداف الفريق يوسف بن سودة يسجل أول أهداف المباراة ليتقدم من ركلة جزاء. القلعة الصفراء بأول الأهداف هنا في فرانسو حريري، يتقدم ويسدد بيساره على يسار حارس المرمى ليتقدم أربيل، ليسجل أربيل ويفتتح باب التسجيل في مرمى فهد طالب، في مرمى الطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة سمير بابو بهذا الهدف، بهذا التقدم يصل. حسن عبد الكريم، تمرير، تحضير، حسن، الله، حسن عبد الكريم للزعيم في المكان السليم. لا زالت تروى بأجمل سيناريو، لكن الصناعة هل يمتلك الرد بالشوط الثاني أم للغراف رأي آخر وإضافة المزيد والمزيد؟ الغراف والدخول، الغراف والاستعادة، وبعد ذلك الكرة تصل من الطرف الأيسر. مباراة قمة، مباراة تجمع فريقين عريقين، لكن هنا ما بين الصدارة وما بين تجنب الهبوط والابتعاد من المراكز الأخيرة. هذه هي الكلمات، وهذا هو أجمل وصف لهذه المباراة. ملعب سوق الشيوخ، حيث الناصرية وحيث التاريخ العريق وحيث الشبايش والشطرة والبدعم. هنا بملعب سوق الشيوخ المتصدر الغراف برصيد 63 نقطة، وهنا الصناعة برصيد 39 نقطة بالمركز ال16. لكن مع هذه النتيجة يصبح برصيد الغراف 66 نقطة، لكن لم تنتهي بعد، لا زال هنالك الكثير والكثير. هنا الحديث ما بين حكم اللقاء أحمد قاسم فاضل بهذه اللحظات. لا زلنا ننتظر ونشاهد شوط ثاني، هل يكون مختلفا عن ما شاهدناه بشوط المباراة الأول؟ هل تظهر هنالك بطاقة صفراء هذه المرة لحسين عباس؟ حسين عباس يتلقى البطاقة الصفراء بهذه المباراة، والحديث لا زال مع الطاقم التحكيمي. وهنا الاندفاعات أيضا، الأعصاب والتوتر ما بين الفريقين، لكن يجب تهدئة الأوضاع.
عن طريق حكم اللقاء أحمد قاسم فاضل، وبذلك المخالفة الآن وعلى تنفيذها كالعادة هذه المرة فيدلس كوكو اللاعب النيجيري أو كابوي رودريك أو ليم إسماعيل من بوركينا فاسو يقفون على الكرة الآن بهذا التوقيت. وبذلك ملعب سوق الشيوخ وكل من حضر وتواجد لمؤازرة الغراف. غراف العراقة يبحث عن التحليق إلى دور الكبار، إلى دور النجوم. أما الصناعة سيحاول التجنب المراكز الأخيرة. أنا وإياكم على موعد لمشاهدة شوطا ثانيا مختلفا جذريا عن ما شاهدناه بشوط المباراة الأول. نعم تواجد الهدف بشوط المباراة الأول، لكن بالشوط الثاني يجب أن تتغير الأمور. هذه فرصة عالية خطيرة، لكنها مرت إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة إلى الحارس أسعد غالي. بهذه اللحظات كما ذكرنا لكم بشوط المباراة الأول 10 مباريات انطلقت بنفس التوقيت. الغراف يتقدم 1-0 على الصناعة، الجولان يتقدم 1-0 على عفك، والفهد يتقدم على الرمادي بهدفين مقابل لا شيء. بهذه النتيجة وبهذا التقدم، وإذا بقيت هذه النتائج كما هو الحال، يصبح الغراف متصدرا بفارق 2 نقطة عن الموصل، لكن لا زال هنالك الكثير والكثير. لا يمكن أن نجزم من هذه الدقائق، لا زال هنالك شوطا كاملا لنتعرف من خلال هذه المباراة من ينتصر ومن يتعادل ومن يسجل ومن يضيف الأهداف. هذه كرة من الطرف الأيسر الآن بالنسبة لي اللاعبين الغراف. سريعة الكرة خطيرة للثاني، الله، لكن أسعد غالي بتصدي غالي لكرة اللاعب النيجيري فيدلس كوكو بهذه اللقطة. وأي لقطة جميلة بالكرة الماضية، وبذلك الكرة إلى ضرب ركنية الآن. يا من تتابع عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، أيضا أنا أحييكم معلقا وواصفا لهذه المباراة حسين سمير، ولا زالت الأجواء مستمرة. وها هنا الضربة الركنية من الطرف الأيسر على التنفيذ بالنسبة للغراف لأصحاب الدار. هنا هو اللاعب فيدلس كوكو يلعبها سريعة، وبعد ذلك الكرة اصطدت لتصل على الطرف الأيسر الآن. هنا الصراع لا زال، وهنا القوة البدنية. منار طه هذا اللاعب اللي ترعرع ومثل الحدود والصناعات والزوراء الأندية الكثيرة. وهنا أنا وإياكم بملعب سوق الشيوخ، هنالك في الناصرية الجميلة ما بين القادمون من بغداد صناعة اللي يستضيفهم فريق الغراف، والكرة بمخالفة الآن لمصلحة فريق الغراف. على التنفيذ الآن بهذه اللحظات عن طريق اللاعب كابوي رودريك. كابوي اللاعب الزامبي من زامبيا اللي سبق واللاعب لزاخو. كابوي رودريك، عالية الكرة، الرأسية، وين الرأسية طالت، والكرة من الطرف الأيسر إلى رمية جانبية. على التنفيذ الآن بهذه اللحظات المثالية، بهذه الدقائق الصعبة، بهذه الجولات الحاسمة والأخيرة في الجولة 36 من منافسات الدوري الممتاز. الغراف بالصدارة والصناعة بالمركز 16. وهنا شوطا ثانيا مؤيد طعمة وفريق الغراف يريد العبور بعدما هبط رسميا بدوري نجوم العراق نادي كربلاء ونادي الحدود، وبالمركز 18 نفط البصرة اللي سيلاعب واحد من هؤلاء الثلاثة، الغراف أو الموصل أو الجولان. وهنا تصل الكرة من الطرف الأيسر، وبذلك الانطلاق نحو الأمام. هدف 1 مقابل لا شيء لهذه المباراة. سجل اللاعب حيدر الجلاوي بشوط المباراة الأول بتسديدة قوية كانت، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. الآن رمية تماس، رمية جانبية بهذه اللحظات عن طريق اللاعبين الصناعة. تنفذ الكرة قبل لحظات سريعة، إذن الكرة تعود الآن من الطرف الأيسر، وبذلك الكرة للغراف بعدما وصلت التمريرة عن طريق اللاعب حسين فالح، وبذلك الكرة على اليسار. هذا حسين فالح يمرر الكرة لإيجاد الحلول وإيجاد المساحات. وهنا الكرة العالية من الطرف الأيسر انطلاقا من كابوي رودريك، والكرة مرت إلى خارج الملعب.
رمية جانبية الآن، وحديث من حكم اللقاء أحمد قاسم فاضل. وماذا هنالك تغييرات على ما يبدو. هل هنالك إضافة وأسماء جديدة ستشارك؟ على ما يبدو اللي غادر لاعب من لاعبين الصناعة بهذه اللحظات أبو الفضل على ما يبدو. والكرة الآن تصل على الطرف الأيسر، وهنا الانطلاقة نحو الأمام، صراع بدني لا زال، لكن لا زالت الكرة الآن تغادر إلى خارج الملعب. مباراة صعبة وحساسة تعتبر بالنسبة للفريقين، لكن لا زالت الكرة تنفذ بهذا التوقيت. أبناء الناصرية يريدون التأهل إلى دور الكبار، إلى دور النجوم العراق، لتواجد هذا الملعب وهو جماهير سوق الشيوخ متواجدة ضمن الكبار. هذا ما يتمناه العاشقون والمحبون لفريق الغراف. أما بعد لا زالت المنافسة مشتعلة ما بين الموصل والغراف والجولان. وهنا الكرة بمخالفة أكدها حكم اللقاء أحمد قاسم فاضل، والكرة من الطرف الأيسر الآن، انطلاقة نحو الأمام لإيجاد المساحات. طلب الكرة عن طريق لاعبين الصناعة، تبادل التمريرات الآن. باباكار ملعوب الكرة من الطرف الأيمن، انطلاقة الآن عن طريق إبراهيم خالد اللي يختار العودة بهذه اللحظات بمنتصف الملعب لإيجاد الحلول. وبعد ذلك الكرة من الطرف الأيسر الآن، نقلة نحو الأمام، انطلاق مرور جميل جميل، هذه منار، والكرة إلى خارج الملعب. ممتازة التسديدة لكنها من دون تركيز، وبذلك مرت إلى خارج الملعب. محاولة كانت عن طريق اللاعب منار طه، وبذلك الكرة الآن تصل لحارس المرمى على أحمد على التنفيذ، يتركها لزميله الخط الدفاعي حسن خيري اللي سبق واللعب لنادي نفط الوسط. والكرة الآن لحسن خيري لتنفيذ هذه الكرة، واليسارية اللي تنفذ بصورة عالية بهذا التوقيت. رأسية لا زالت حاضرة، والجماهير المتواجدة بأرضية ملعب سوق الشيوخ. هنا الكرة من الطرف الأيمن تصل الآن جميلة للصناعة. هذه محاولة للكتيبة الزرقاء، ومنار يحاول تمريرة تصل من الطرف الأيسر. محاولة لا زالت قائمة بالنسبة للصناعة، هذه التصويبة لكنها غيرت مسارها، والأقرب حارس المرمى هو الأقرب على أحمد. وبذلك على ما يبدو احتجاج واعتراض على ماذا جرى، ماذا حصل. وهنا على أحمد هدف مقابل لا شيء حتى اللحظة بإمضاء اللاعب حيدر جلاوي، طالب بلمسة يد على ما أعتقد. هذا ما أكد اللاعب منار طه. والكرة من الطرف الأيمن الآن، تبادل التمريرات ما بين حسين فالح وزميله، وبذلك الكرة تعود لمصلحة فريق الصناعة. تمريرة سريعة الآن، هذه انطلاقة مخالفة وتدخل، وعلى ما يبدو فيها بطاقة على منار، فيها بطاقة صفراء على منار طه. أعصاب وبذلك سلامات. سيتدخل الكادر الطبي على ما اعتقد، امير عبد الله المستلقي على ارضيه الملعب. وبذلك تكلم عن نادي الغراف باخر 5 مباريات، فاز على فريق الرمادي 2-1، وفاز على البحر 2-1، وتعادل مع الاتصالات 0-0، وتعادل مع نادي الحسين 1-1، واخر مباراة انتصر على عفك برباعية مقابل لا شيء. اما بالنسبة لفريق الصناعة اخر 7 مباريات فاز على ميسان 3-2، وخسر من الاتصالات 1-0. هنا اللقطة، هنا عاشقين والمحبين
لنادي الغراف المؤازرين بملعب سوق الشيوخ كلهم بصوت واحد وبقلب واحد من أجل العبور إلى دور الكبار. وبذلك الآن الكرة لحسن خيري. حسن خيري يلعب كرة سريعة بهذا التوقيت، وبذلك الرأسية المتواجدة بهذه اللحظات، ولا زال البحث عن أي مساحات تذكر بهذه المباراة. وهذه كرة من الطرف الأيسر تنفذ بصورة سريعة الآن وتعود مرة أخرى. الانطلاق الآن على اليمين بالنسبة لفريق الصناعة، تمريرة لإبراهيم خالد، تبادل للكرات ما بين الخطوط الدفاعية، وبذلك الكرة من الطرف الأيسر. ها هنا الوصول، ها هنا التمرير، ها هنا الانطلاق، ها هنا المساحات والبحث عن الحلول بالنسبة لسيف خالد. سيف خالد السيف البتار يبحث عن قتل الوقت، لكن هنالك الكرة تمر إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى خارج الملعب، وبذلك هذه المباراة لا زالت مستمرة. وبذلك الآن هدف مقابل لا شيء، دخلنا بالدقيقة 59. وحتى هذه اللحظة هذا هو عباس قائد فريق الغراف، عباس شلال الزيدي اللي مثل رديف القوة الجوية ونادي أصليخ، ومثل نادي بابل ونادي البدير والنادي أكد ونادي الشطرة. هذا ثالث موسم مع نادي الغراف، سجل هدف واحد على نادي البيشمركة. هو القائد، هو الليدر لفريق الغراف، من أبرز الداعمين للاعب عباس، هو شقيقه الأكبر الكابتن حسين شلال خلال هذه المسيرة الرياضية الجميلة. أيضا ننتظر ونشاهد. الغراف لا زال يحاول، والصناعة لا زال أيضا يحاول. فريق يبحث عن التعادل وفريق آخر يبحث عن الاستمرار، لكن منار الخطير، منار السريع، والتسديدة منار يحتضنها الحارس على أحمد بهذا التوقيت. حراسة المرمى والتصدي لهذه الكرة، وبذلك الكرة الآن تصل على الطرف الأيسر. زال الانتظار ولا زال الهدوء يسيطر هنا. هذا كابوي رودريك، كابوي اللي غير اللعب لليم اسماعيل، ليم اسماعيل، وتبادل الكرات من الطرف الايسر لتصل حسين فالح. حسين فالح اللي يحاول، وها هنا الكرة اللي تعود بهذا التوقيت، تصل الآن محاولة من الطرف الايسر، السيطرة على الكرة وتبادل الكرات عن طريق كابوي رودريك بهذا التوقيت. والكرة تنفذ الآن في هذه اللحظات، نقلة من اليسار، ولا زال الكل يبحث أن يقدم أداء مثاليا بهذه المباراة، لكن 1-0 نوعا ما نتيجة تعتبر صعبة على الطرفين. وهذه محاولة، لكن هنا تدخل، وهنا الخط الدفاعي، تدخل بالنسبة للخط الدفاعي، وكرة تعود الآن بمنتصف الملعب من بين الأقدام. مر ومرر، ومنار يخسر الكرة الماضية. أي شوطا ثانيا مليء بالإثارة حتى هذه اللحظة، يريدون من خلاله أن يظهرون بأجمل صورة ممكنة ما بين الفريقين. وبذلك الكرة تصل لحارس المرمى على أحمد اللي يبحث أن يمرر، ومرر بالتأكيد على الطرف الأيسر. لا زال الانتظار والبحث عن المساحات، وبذلك عملية الخروج من الخط الدفاعي لا زالت صعبة، لأن ضغط عالي، ضغط هائل. شوف أكثر من 6 إلى 7 لاعبين من لاعبين الصناعة، لكن الغراف ينجح بإخراج الكرة وانطلاقه نحو الأمام. تمريرة سريعة من الطرف الأيمن، فيدلس كوكو يحاول أن يجد مساحاته وأن يجد الحلول. النيجيري يخسرها وتصل لفريق الصناعة بهذا التوقيت. نقلة من الطرف الأيسر الآن، الحلول إن تواجدت بالنسبة لفريق الصناعة، وإن ظهرت بالنسبة لفريق الغراف، سيحاولون من خلالها أن يظهرون بالتوقيتات المثالية. هنا الصراع
البدني بهذه اللحظات، وبذلك الكرة مستخلصة بالنسبة للغراف. تبادل للكرات الآن وتمريرة من اليسار ومن اليمين، وبعد ذلك تصل مرة أخرى، تدخل ممتاز، عبور الآن، الثاني قريب، الثاني قريب، الغراف للعبور، لكن التمريرة اصطدت بهذا التوقيت، وعودة دفاعية جميلة بالكرة الماضية. تدخلات والسرعة اللي كانت على مستوى الجانب البدني اللي حضر بهذه المباراة. كرة تعود الآن بهذا التوقيت طريق الحارس أسعد غالي، والآن الكرة تصل من اليسار بالنسبة لفريق الصناعة. تبادل للتمريرات، وبذلك الكرة من اليسار الآن. ها هنا البحث عن أي مساحة تذكر، لكن الكرة تعود الآن على اليسار. طلاقة واستحواذ الآن بالنسبة لفريق الصناعة اللي يسيطر على أجواء اللعب. لا زالت المباراة هادئة بشوطها الثاني رغم وجود الرغبة والشغف، لكن الكرة تعود الآن. الكرة تعود بهذه اللحظات على اليسار، انطلاقة نحو الأمام، تبادل للتمريرات، وبذلك الوصول الآن. شوف هنا فريق الصناعة، هذا اللاعب سليم حميد اللي مرر لزميله بالرقم 7 اللي يبحث عن المساحة بعدما كانت عند طريق اللاعب إبراهيم خالد، هو من يرتدي الرقم 7 إبراهيم خالد، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. هذا هو إبراهيم خالد اللي أمامك بالصورة. كرة الآن لحارس المرمى على أحمد. ماذا يفكر مدرب بالصناعة ضياء ناجي، وماذا سيقدم مدرب الغراف مؤيد طعما بهذه اللحظات؟ أجواء تعتبر صعبة بالنسبة للفريقين، لأن الأداء لحد هذه اللحظة والمباراة هادئة بكل تفاصيلها، لكن الهدف غير كافي بالنسبة لفريق الغراف، لأنه يعلم تماما أنه من الممكن أن يتلقى هدف للتعادل بأي لحظة، وبذلك الجماهير تمني النفس بالنسبة لعاشقين الغراف بأن يسجلون ثاني الأهداف. أما الصناعة سيحاول بكل الطرق من أجل إضافة هدف التعادل. هنا الكرة تصل بهذه اللحظات. أجواء حساسة، نتكلم عن الجولات الأخيرة ليس فقط على مستوى الدوري الممتاز، حتى دوري نجوم العراق كلاهما بنفس التوقيت وصلوا إلى الجولة 36، وهنا الكرة تصل الآن من اليسار. غدا دوري نجوم العراق سيختتم الجولة 36، أما اليوم 10 مباريات تلعب بنفس التوقيت للدوري الممتاز، وهنا لا زال الصراع حاضرا ما بين كل فرق المقدمة، بالأخص نتكلم عن الغراف وعن الموصل وعن فريق أمانة بغداد والجولان. بهذه اللحظات وحتى هذه الدقيقة 10 مباريات اللي تقام بنفس الوقت، الفهد 3-0 على الرمادي، والجولان 1-0 على عفك، وهنا الغراف 1-0 على الصناعة. باقي المباريات كلها 0-0. هنا تغيير قادم بالنسبة للغراف. سجاد بشير هداف الفريق اللي سبق اللاعب لمصاف الجنوب، هداف الفريق يشارك برصيد 10 أهداف هذا الموسم. سجاد بشير اللي سجل بالمباراة الأخيرة أمام عفك، كل مباريات دائما أو تقريبا يسجل ويظهر بالتوقيتات المثالية. أيضا يشارك بالدقيقة 65 بأمر من المدرب مؤيد طعمة. وهنا التمريرة، منار طه يغير اللعب مرة أخرى، وبذلك البحث أيضا بالحديث عن الأهداف. الآن سجل فريق المصافي هدف بمرمى فريق الناصرية، وكرة تصل من اليمين. شوف الشغف، شوف الحماس أن تشاهد أو أن تنتظر 10 مباريات بنتائجها باختلاف المراكز باختلاف الأمور الكثيرة، لكن هكذا هي جمال أو هذا هو جمال كرة القدم. وبذلك الكرة من الطرف الأيمن الآن، تمريرة سريعة لا زالت لم تغادر أو غادرت، تجاوزت الخط بكامل محيطها. وها هنا الانتظار. تنفذ الكرة للصناعة، طريق اللاعب مؤمل علي يتركها إلى بابوكو، نقلة من الطرف الأيسر. الآن فريق الصناعة اللي يحاول
أن يجد أي ثغرة وأي مساحة، لكن فريق الغراف لا زال صامدا حتى اللحظة. كرة من الطرف الأيمن سريعة تنفذ، رأسية وإبعاد، صراع بدني الآن والأقرب الخط الدفاعي. نقلة من اليسار، تبادل للتمريرات، سيطرة واستحواذ بالنسبة لفريق الصناعة. ها هو اللاعب كرار قاسم اللي يعتب على زملائه بمبدأ التراجع. هنا كرة لحسين عباس، حسين عباس يبحث عن المساحات. هذه الكرة العالية، منار وحسن خيري، حسن خيري والخط الدفاعي المميز بهذه المباراة. نقلة الآن تنفذ بهذا التوقيت، انطلاق عن طريق كابوي رودريك، وبذلك تعود الكرة. مباراة صعبة على الفريقين رغم تقدم فريق الغراف بهدف نظيف حتى هذه اللحظة، لكن الكرة على الطرف الأيمن الآن. الهدوء والسيطرة والتحضير من الطرف الأيمن. هنا تبادل الكرات، تصل الآن انطلاقة بعدما كانت عن طريق اللاعب اليمني، هذا هو أنيس المعاري اللي سبق وأن مثل نفط الوسط ولاعب المنتخب اليمني أنيس المعاري. كرة تصل الآن بمنتصف الملعب، تمريرة سريعة من الطرف الأيسر، محاولة حسين فالح يختار تغيير اللعب وتعود لحسين فالح لحسن خيري. يوجد لاعب على ما أعتقد مستلقي على أرضية الملعب، نعم، من الطرف الأيمن يشكو من إصابة لاعب فريق الغراف. سلامات، هل هو حيدر جلاوي؟ سلامات للاعب فريق الغراف، هل يتدخل الكادر الطبي للاطمئنان على سلامة اللاعب؟ نعم، حيدر جلاوي صاحب الهدف الوحيد والهدف الجميل اللي سجل بشوط المباراة الأول. أجواء رائعة، أجواء جميلة رغم أنها أجواء حساسة وصعبة على الطرفين، لكن هنا لا نتمنى مشاهدة الإصابات. أي نعم، اللاعبين نتكلم عن آخر جولات الموسم بالتأكيد، الإرهاق، التعب، الضغط، ضغط المباريات، كل هذه الأمور ممكن أن تؤثر على اللاعبين، وبذلك آخر الجولات انهضوا وحاولوا والعبوا من أجل الجولات الأخيرة بأن يظهر كل الفرق بأجمل صورة ممكنة، وأجمل الأشياء هي الجماهير، وأجمل الأمور هو ملعب سوق الشيوخ، وهؤلاء الحاضرين المؤازرين والمتيمين والعاشقون لنادي الغراف اللي ساندوا وآزروا الفريق من البداية حتى النهاية، طامحين ومتأملين بأن يذهبون ويحلقون ويتأهلون إلى دوري نجوم العراق للوصول إلى دور الكبار. وهنا لا زالت المباراة متوقفة للأطمئنان على سلامة اللاعب حيدر جلاوي صاحب الهدف الجميل. وهنا الحديث لا زال البديل سجاد بشير برقم 10 وبالرقم 26 لين اسماعيل من بوركينا فاسو. أجواء جميلة ومتوقف المباراة حتى هذه اللحظة. وبالسلام الحيدر جلاوي. إذن هي توقف للتبريد أو توقف لشرب المياه، كولينج بريك. نشاهد الآن وعودة بعد ذلك لمتابعة أحداث اللقاء، والنتيجة هدف مقابل لا شيء لنادي الغراف، والصناعة سيحاول وينتظر، أما فريق الغراف سيحاول الإضافة المزيد. بالنسبة لي هنا بسوق الشيوخ نادي الصناعة، هذا النادي الكبير صاحب التاريخ العريق، نتكلم عن التأسيس اللي تأسس بسنة 1965، حقق بطولة كأس العراق موسم 1983 ضد نادي الشباب بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بنتيجة سلبية، وحقق الدوري الدرجة الأولى بمسماه القديم بموسم 2021. الآن أصبح اسم الدوري الممتاز، وعلى مستوى التأهل إلى دور الكبار تواجد الصناعة بدور الكبار بأكثر من مناسبة، لكن دائما ما يكون المستوى متذبذب، يتأهل ثم يهبط وبعد ذلك تمر السنوات.
وها هو الآن بالمركز 16 بالدوري الممتاز. صعب التأهل نوعا ما، أتمنى لهم الموفقية بالموسم القادم. هنا التغيير قادم. جابر رائد هو التغيير القادم بالنسبة لخيارات المدرب ضياء ناجي مع فريق الصناعة. تغييرات الإضافات والدماء الجديدة من أجل تنشيط الفريق. كرة بخارج القدم تصل بمنتصف الملعب للبحث عن المساحات. هنا كرة من الطرف الأيسر، تمريرة أرضية ولكن مستخلصة بهذا التوقيت. تصل الآن الكرة بالنسبة لفريق الصناعة، تمريرة طريق باباكار لكنها تعود بهذه اللحظات بالنسبة لفريق الصناعة. نتكلم عن المحترفين اللي تستقطبهم ويستقطبهم فريق الصناعة بهذه المباراة. نتكلم عن اللاعب باباكار، والكرة تصل من الطرف الأيمن الآن، انطلاقة نحو الأمام لإيجاد المساحة. هذه كرة لكن تعود هذه الكرة بهذه اللحظات، وبذلك نقل الكرة بمنتصف الملعب. السيطرة على أجواء المباراة، سيطرة على اللعب، لكن هنا الكرة تصل على اليسار عالية خطيرة، والحارس على أحمد متواجد بالكرة الماضية. هنا الاستخلاص دونتوس جوزيف إيدف اللاعب النيجيري اللي يمتلك برصيد 3 أهداف مع فريق الصناعة. إذن حتى اللحظة الغراف متقدم وفريق الموصل متعادل والجولان كذلك متقدم. هل تتغير أو يتغير الترتيب بعد هذه المباراة؟ إذن أمانة بغداد أيضا لا زال حتى اللحظة أمانة بغداد من دون أهداف أمام مصافي الجنوب. والكرة من الطرف الأيسر الآن، هذه خطيرة ممكن لفريق الغراف عن طريق اللاعب فيدلس كوكو. تمريرة لا زالت عالية وتشتيت الخطر بهذه اللحظات. الكرة طالت بهذا التوقيت، وبذلك التمريرات تعود على الطرف الأيمن. تعود الكرة الآن من الجهة اليمنى، محاولات لإيجاد الحلول بهذه الدقائق وبهذه الثواني، لكن 1-0 هل تكون كافية بالنسبة لفريق الغراف؟ الكرة لا زالت حاضرة بهذه اللحظات لكن مستخلصة. فريق الغراف يحتاج للتركيز، أما الصناعة يبحث عن إيجاد المساحات وإيجاد الحلول. الكرة من الطرف الأيسر لكن مرت عليك يا مرتضى ريس، وبذلك الصافرة تواجدت بهذه اللحظات. صافرة حضرت الآن والانتظار، كل الانتظار بآخر ربع ساعة متبقية يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي بهذه الجولة لحساب الجولة 36 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز موسم 2024-2025. هذه كرة الآن من اليسار لكن مستخلصة، السرعة الحاضرة والانطلاقة لفريق الغراف. بعد ذلك تصل هذه محاولة لا زالت قائمة، تمريرة ذكية والمطالبة بالراية. نعم تواجدت الراية وتسلل على فريق الغراف. اوفسايد وربع ساعة متبقية على النهاية. ماذا تخبئ لنا هذه الدقائق 15؟ وكرة من اليسار الآن، الصناعة، التحضير، التمريرة جميلة الله 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 الله، لكنهم يمتلكون علاء. لكن هنالك الحارس الكبير علاء أحمد هو من يتصدى لهذه الفرصة اللي كانت قريبة جدا أو كانوا قريبين جدا فريق الصناعة من أن يسجلون هدف التعادل. حسن خيري للبحث عن الكرات العالية من اليسار، وبذلك الكرة تعود الآن على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب حسين عباس. كرة لا زالت من الطرف الأيسر بالنسبة لمرتضى ريس. تغيير اللعب والتحضير الآن،
واللحظات الصعبة والوصول الأصعب، والكرة اللي عادت بهذا التوقيت على الجهة اليمنى. ننتظر ونشاهد هذه الكرة اللي لا زالت من اليسار. الغراف قريبين من الهدف الثاني. هذه فرصة خطيرة خطيرة خطيرة. أوه، أي فرصة أهدرت وأي كرة ضاعت عليك يا النيجيري يا فيدلس كوكو. رفض الهدية لإضافة ثاني أهداف اللقاء، وكرة مرت بهذه اللحظات. الكرة مرت وبذلك الانتظار لا زال، محاولات لا زالت، والكل يبحث أن يغني على ليلى. فلمن ستكون الأغنية الأخيرة والكلمة الأخيرة بهذه المباراة؟ كرة تصل الآن، هذه نقلة سريعة من الطرف الأيمن لمصلحة فريق الصناعة عن طريق اللاعب إبراهيم خالد، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لفريق الصناعة. توجيهات من حارس المرمى على أحمد للاعبين فريقه، وبذلك هنا البديل اللي شارك برقم 96 اللاعب جابر رائد. هل يكون هو الحل وسط هذه الأجواء الجميلة بملعب سوق الشيوخ وعلى التنفيذ داخل منطقة الجزاء؟ عالية الكرة، اعتلت من الكل وتحولت من الطرف الأيسر. مرت إلى رمية تماس بالنسبة لفريق الصناعة الأزرق اللي يحاول أن يجد الحلول بشوط المباراة الثاني وما تبقى منها. هذه كرة عن طريق مؤمل علي. مؤمل علي يلعبها سريع الآن، والإبعاد عن طريق الحارس على أحمد قاسم اللي سبق وأن مثل نادي الرمادي. هذه كرة فيدلس كوكو خطيرة خطيرة للأسمراني، طلاقة للنيجيري، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنها عالية عالية عالية، تمكن من استعادتها. وكرة لا زالت ليم اسماعيل. الله، مرور جميل، تسديده، جول من بوركينا فاسو. يسجل ليم اسماعيل ثاني أهداف الغراف. سنذهب معا إلى دور النجوم. شوف هذا الصغير وكيف يرقص وكأن حال لسانه يقول خذونا إلى دور الكبار. الله يا ليم إسماعيل، أي تصويبة يسارية وأي هدف جميل بالدقيقة 79. وهنا فرحة العشاق والمحبين، وهنا فرحة عاشقين الغراف والمتواجدين بسوق الشيوخ. يضربون بالهدف الثاني فريق الغراف، وأي تسديدة قوية جميلة سجل من خلالها ليم اسماعيل، هذا اللاعب من بوركينا فاسو اللي سبق واللعب لنادي أمانة بغداد. سجل هدفا جميلا بتصويبه. شوف يرسل الحب لكل المؤازرين والحاضرين بسوق الشيوخ. إذن هدفين مقابل لا شيء، والمتبقي 10 دقائق فقط على نهاية هذه المباراة. الغراف بعد إضافة الهدف الثاني نوعا ما يشعر بالاطمئنان. أما الصناعة حاول أن يصل، لكن أمام خط الدفاع كانت الأمور مغلقة. حاول المدرب ضياء ناجي مع إضافة بعض التغييرات أن يجد الحلول، لكن الغراف اللي يتمتع بحضور جماهير الغفير وأيضا من يمتلك الثقة العالية، وهو قادم من انتصار على عفك برباعية نظيفة ويريد مواصلة الصدارة. الله الله الله، شوف الرقصات والفرحة، لكن هنا خطيرة للصناعة. الموج الأزرق يريد الوصول، الموج الأزرق يريد العبور، والكرة اصطدت بهذا التوقيت، وبعد ذلك مرت إلى ضربة ركنية، كورنر، ضربة ركنية بهذه اللحظات. ومع ذلك الانتظار لمشاهدة آخر اللحظات. هذه كرة الآن، لكن حديث لا زال، حديث لا زال.
والآن الكلمات متواجدة، ومع هذا التقدم بطاقة صفراء على اللاعب كرار قاسم. بالحديث عن الأهداف كذلك صاحب المركز الثاني فريق الموصل سجل هدف على فريق ميسان. وبهذه النتائج حتى هذه اللحظة متعادلين فريق الغراف والموصل بالنقاط، 66 نقطة لكلا الفريقين، لكن أمانة بغداد لا زال متعادلا ولا زال برصيد 63 نقطة. لم تنتهي المباريات بعد، وهذه كرة للخط الدفاعي الآن، كرة تصل إلى خارج الملعب، رمية جانبية من طريق اللاعب إبراهيم خالد على التنفيذ. إبراهيم خالد بهذه اللحظات ومتبقية 8 دقائق فقط على نهاية هذه المباراة الجميلة ما بين الفريقين. كرة تعود الخط الدفاعي اللي يحاول أن يصنع الفارق بتغيير الكرات، لكن الكرة تصل من اليسار الآن، من اليسار سريعة جميلة الصناعة، الله الله، تكمل بهدف. لا 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 لا، ضاعت بصورة غريبة وعجيبة الكرة الماضية للبديل اللي شارك، جابر رائد اللي شارك قبل دقائق قليلة، حاول أن يسجل وكان قريبا أن يضيف أول أهداف فريق الصناعة، لكنه رفض الهدي بعد تمريرة ذكية مرت. وهنا الحارس علاء أحمد، علاء بهذا التوقيت أو يتركها لحسن خيري، حسن خيري على التنفيذ، ملعوب الكرة بصورة سريعة بهذه اللحظات، وهنا إيجاد المساحات وإيجاد الحلول لا زال ينتظرها فريق الغراف، متقدم بفارق هدفين حتى اللحظة ويريد المزيد على ما يبدو. وهنا المحاولة اللي لا زالت من الطرف الأيمن، وهنا الانطلاقة نحو الأمام بمتابعة، لكن مقطوع الكرة عن طريق اللاعب بابكر، تصل لمنار طه، منار يحاول، منار يمرر من اليسار، هذه محاولة لا زالت سريعة للصناعة عن طريق جابر رائد، تبادل الكرات، هنا لاعب المحطة، القوة البدنية، لكن الكثرة تتفوق والكرة تعود الآن ما بين لاعبين الغراف. سجاد بشير بعدما شارك الآن عملية تهدئة الأوضاع ومطالبتها، وكرة تصل لفريق الغراف في هذه اللحظات، نقلة من اليمين وتمريرة لا زالت قائمة بهذا التوقيت. هذه محاولة عن طريق اللاعب برقم 29 كابوي رودريك، يتركها إلى سجاد بشير، سجاد يحاول، هداف الفريق اللي طالما ما أنقذ الفريق باللحظات الحاسمة، وهنا المخالفة يؤكدها حكم اللقاء أحمد قاسم فاضل. 5 دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. هذا هو سجاد بشير اللي سبق اللعب لمصافي الجنوب، مخالفة لفريق الصناعة، آخر مباراة للصناعة كانوا قادمين من انتصار على الناصرية بهدفين مقابل لا شيء، واليوم أيضا من الناصرية لكنهم متأخرين بثنائية. هنا كرة تصل من اليسار بالنسبة لفريق الصناعة، كرة لا زالت محاولة حاضرة بهذا التوقيت، مرور، لكن التدخل والمتابعة لم يؤكد إلى مخالفة حكم اللقاء. هنا تمريرة جميلة بالكعب، لكن الأقرب بابكر هو اللي يستعيد هذه الكرة، لا زالت قائمة. محاولة بالنسبة لفريق الصناعة، عالية الكرة عن طريق جابر رائد، جابر يحاول، جابر هل يجبر هدفا أول؟ سهلة سهلة سهلة، نعم اصطدت وغيرت مسارها، لكنها سهلة للحارس علاء أحمد. علاء أحمد يقف على كرة، وبذلك الانطلاق لمصلحة اللاعب كابوي رودريك، اللاعب الزامبي، يترك لحسين فالح، سجاد بشير، عملية التحضير، انطلاقة نحو الأمام، هل يتكلم الغرافي مرة أخرى؟
هل هنالك هدفا آخر بهذه الدقائق؟ شوف الصراعات البدنية، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. هنالك تغيير قادم، هنالك إضافات قادمة قدمها على ما أعتقد فريق الغراف. أيضا مؤيد طعمة لا زال مستمرا بالنتائج الإيجابية مدرب فريق الغراف، وأصبحوا قريبين من التأهل إلى دور نجوم العراق، إلا إذا هنالك المفاجآت. متبقي جولتين أخيرتين ومن الممكن أن تحصل وتحضر المفاجآت. وبالحديث عن المفاجآت، هذه كرة للصناعة، هل يفجرها بهدف؟ والتسديدة إلى خارج الملعب. كرة مرت إلى خارج الملعب بهذه اللحظات، وبذلك النتيجة تبقى حتى هذه اللحظة هدفين مقابل لا شيء لمصلحة فريق الغراف. كل يبحث، كل ينتظر. هنالك تغيير أيضا قادم، يريدون استغلال الأوقات، يريدون استغلال الأوقات. لاعبين الغراف الآن سيشارك اللاعب علي كريم. علي كريم اللي سبق واللعب لنادي القاسم، اللاعب علي كريم بالرقم 9 سيشارك بهذه اللحظات. وأيضا يغادر هنالك اللاعب أنيس المعاري اللاعب اليمني، ويشارك علي كريم. كرة تصل الآن بالنسبة لفريق الغراف من الطرف الأيسر، تبادل للتمريرات، لكن هنا الانطلاق والأقرب الخط الدفاعي، الأقرب الخط الدفاعي بهذه اللحظات. وها هنا الانطلاق من الطرف الأيسر، جاد المساحات، لكن الوقت المتبقي هي دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي. وكم دقيقة سيضيف الطاقم التحكيمي بقيادة أحمد قاسم فاضل، ويساعد محمود سمير وكرار نديم وبهاء جاسم. كرة تعود الآن لحارس المرمى أسعد غالي. تبادل التمريرات الآن بالنسبة لفريق الصناعة. هنا المحاولات، هنا الكرات تصل من الطرف الأيسر. نوعا ما الأمور أصبحت محسومة بالنسبة لهذه المباراة، لأن العودة نوعا ما صعبة ستكون على فريق الصناعة، لكن إلا إذا حصلت معجزة كروية. هل يفعلها نادي الصناعة من قلب المعامل والمصانع؟ هل تظهر هنا المعجزات الكروية؟ كرة لا زالت انطلاقة، وبالحديث عن الأهداف لكن مستخلصة، بسالة دفاعية وقوة حاضرة بهذه المباراة. وكرة تعود الآن بالنسبة لفريق الصناعة، وهنا كرة تعود مرة أخرى من الطرف الأيمن. 10 مباريات بنفس التوقيت ولا زالت قائمة. الغراف هدفين، المصافي والناصرية 1-1، الجولان 1 على عفك، كاظمية 1 على الاتصالات، الموصل 1 على ميسان. لكن المفاجأة اللي حصلت بعدما تقدم الفهد على الرمادي 3-0، عاد الفهد وسجل. وهنا كرة للغراف لكن مستخلصة. بعدما كانوا متقدمين نادي الفهد على الرمادي 3-0، عاد الرمادي وعدل النتيجة، والآن النتيجة 3-3. أي مباريات وأي جولات وأي كرة تصل من الطرف الأيسر الآن بالنسبة لفريق الصناعة. هذا منار طه محاصر والقوة البدنية، لكن شوف الخطوط الدفاعية. تجاوزنا الدقيقة 90 ولا نلعب بالوقت البدل الضائع. هذه كرة سريعة، والأقرب المدافع حسين عباس هو من تواجد بالكرة الماضية، وبذلك تعود الكرة الآن انطلاقة للغراف، يريدون هدف ثالث لكن لا زالت بعيدة هذه الكرة على المهاجم. عملية سحب الكرة بصورة ممتازة عن طريق اللاعب حسين عباس، ونقلة تصل على الطرف الأيمن، انطلاقة نحو الأمام. كرار حسين، محاولة الآن على يتدخل على أحمد، يتركها يقع بالمحظور على، والمرمى فارغ انقاذ الموسم للمدافعين. الله عليك يا عباس،
هكذا هي شارة القيادة لهذا اللي تحول من مدافع إلى حارس مرمى وأنقذ فريقه من هدف محقق بنسبة 99%. 1% كانت أن تضيع وكان أمامها اللاعب عباس. هذه محاولة والتسديدة مرت إلى خارج الملعب. أي مباراة وعلاء أحمد يريد كسب بعض من الوقت. أي جولة وأي حماس وأي ندية، لكن علاء أحمد وقع بالمحظور ولعب بالنار. ولكن من أنقذ الفريق عباس القائد عباس شلال. بذلك متوقف المباراة الآن بآخر لحظاتها، آخر لحظات اللقاء، ولا زال الغراف بالصدارة برصيد 66 نقطة، متعادل مع الموصل أيضا ب 66 نقطة. تبقي مباراتين. أي مفاجآت تنتظرنا بالجولات القادمة للدور العراقي الممتاز. جماهير سوق الشيوخ راضين تماما عن أداء فريق الغراف اليوم. هذه كرة ممكن الهدف الثالث جاي بالنسبة للغراف. عملية سحب الكرة لا زالت حاضرة وفيدلس كوكو ينتظر والمحاولة لا زالت قائمة. تمريرة عن طريق أمير عبد الله، أمير والتسديدة لكنها اعتلت وإلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة عن طريق هذا اللاعب اللي أمامك بالصورة، أمير عبد الله، اللي يلعب ثاني موسم له مع فريق الغراف. هذه كرة نوعا ما حسمت الأمور. هذا التغيير اللي يحاول مؤيد طعمة كسب بعض من الوقت بإضافة اللاعب كريم دلي اللي يمثل النجف ودهوك والشرطة برقم 27. اللاعب كريم دلي يشارك بهذه اللحظات. كرة تصل من الطرف الأيسر رأسية. هل هنالك راية؟ لا 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 لا, لا يوجد تسلل. متابعة، الله على تصويبة قوية جميلة، لكنها لا زالت من الطرف الأيمن. محاولة، هذا البديل كريم دلي، أول لمساته، أول وصول، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. أسعد غالي حارس مرمى الصناعة بكرة تنفذ الآن من الطرف الأيمن. دخلنا بالدقيقة 94 وهنا الوصول، أو 95 إن صح التعبير. هنا تمريرة خاطئة سجاد بشير يتركها إلى أمير عبد الله. التحضير لا زال ولا زالت المحاولة قائمة عالية. أوه خطيرة، لكنها مرت وعلى اليسار وصلت ولا زالت لفريق الصناعة. أي مباراة، هجماتها كانت واضحة، ولكن الكرة الآن لمصلحة اللاعب مؤمل علي. مؤمل خارج القدم يغيرها لكن تصل إلى زميله. هذا هو إبراهيم خالد اختار العودة ومعها صافرة النهاية تؤكد عبر هذه المباراة استمرار صدارة فريق الغراف قبل جولتين من نهاية منافسات الدور العراقي الممتاز. لا زال الصراع مستمرا ما بين الموصل وفريق الغراف بهذه الجولات الأخيرة بهذه اللحظات المثيرة. أيضا مبارك لفريق الغراف هذا الانتصار، وهارد لك لفريق الصناعة. قدمتم مباراة جيدة. شكر موصول لطاقمنا التحكيمي بقيادة أحمد قاسم فاضل. أيضا أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحياتي. كان معكم المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.